دعوة واحدة بس خلت ست تعمى وتقع في البير بتاعها من مجرد دعوة. وقف زيد بن عمرو بن نفيل بعيد عن زحمة الناس في عيد من أعياد قريش، وكان شايفهم عمالين يسبحوا ولابسين أفخم الملابس والحاجات بتاعة العيد دي. فراح طالع فيهم وقال لهم يعني ربنا نزل المية من السماء على الأنعام عشان تشرب، وروى الزرع علشان الأنعام تاكل، وانتوا بتذبحوها على حاجة ما تستاهلش. وعلى طول عمه الخطاب اللي هو والد عمر بن الخطاب راح ضارب الواد قلم على وشه وقعد يشتم فيه لحد ما قررت قريش انها تطرده من قريش كلها، وبقى ممنوع عليه الدخول ولا تعتيب قريش خالص الا ان هو يدخل في السر. بس اجتمع زيد بن عمرو في السر مع كام واحد كده من قريش اللي هم ورقة بن نفيل وعبد الله بن جحش وعثمان بن حارث وأميمة بنت عبد المطلب اللي هي عمة رسول الله، وقعدوا يتكلموا عن المعاصي اللي بتعملها قريش، وقرروا ان هم يدخلوا دين تاني غير دين قريش المهبب ده. وبعد فترة ورقة بن نوفل نصر والباقي ما عرفوش يوصلوا لأي حاجة. أما زيد بقى كان بيدور في الشام على دين إبراهيم، وقابل فعلا شيخ وقال له إن الدين ده مبقاش موجود خلاص، بس في نبي هيطلع بدين جديد قريب من دين إبراهيم، وده غالبا هيكون في مكة. فرجع زيد لمكة، فعلا ساعتها في الرحلة دي كان محمد بقى رسول ونزل عليه الوحي، لكن للأسف خرجت عليه جماعة من العرب قتلوه وسرقوه وخدوا كل حاجة منه. مات وهو ما لحقش ولا يأسلم ولا يشوف حتى الرسول، وهو خلاص بيموت دعا دعوة كان بسببها بدأت قصتنا دي أصلا. قال إيه؟ اللهم إذ كنت حرمتني هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيد. وبالفعل ربنا استجاب لدعوة زيد، وابنه سعيد كان من أوائل المسلمين. وما أسلمش سعيد لوحده، بل أسلمت معاه زوجته فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت عمر بن الخطاب، وكانت هي سبب من اللي أسلم عمر بن الخطاب، يعني هي سبب في إسلامه أصلا. كرس سعيد حياته كلها للإسلام وحضر كل الغزوات إلا غزوة بدر، علشان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موكله إن هو يعمل مهمة تانية في مكان تاني. من أكبر إنجازاته كان في معركة اليرموك لما المسلمين كانوا 24,000 والروم كانوا 120,000. انت متخيل فرق الرقم؟ اعمل نفسك ميت. رغم كده دخل سعيد من غير ما يخاف وعمل أداء رائع، والحمد لله كتب الله للمسلمين النصر. وفي زمن بني أمية وقعت حادثة غريبة جدا لسعيد. جت واحدة اسمها أروى بنت أوس راحت قالت إن سعيد واخد حتة من أرضها وضممها على أرضه، وقعدت تتكلم مع قريش على الموضوع ده، لدرجة إن قريش كلها عرفت إن سعيد فعلا ظالم الست دي واخد حتة من أرضه، بمعنى أصح بوظت سمعته. جيل سعيد الخبر الموضوع ده راح له نعم أظلمها، وإزاي أظلمها؟ أنا سمعت رسول الله بيقول من ضرب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يا رب هي دعت إن أنا ظلمتها وهي كدابة، فأعمي بصرها ووقعها في البئر اللي هي عمالة تتخالف معايا فيه. وفعلا بعد فترة لقوا إن سعيد فعلا عنده حق وإن هو ما ظلمهاش، وأرضه زي ما هي وأرضها زي ما هي. بس فعلا الغريب إن الست بعد شهر عميت وهي ماشية في أرضها وقعت في البئر. إن الدعوة بتاعت سعيد اتحققت بالحرف. وقال عبد الله بن عمر ده واحد يعني من الصحابة، قال لما كنا صغيرين كنا بنسمع إن إحنا أبائنا يعني بيقولولنا أعماك الله كما أعمى الأروى، يعني حتى الست اتخذت كمثل عندهم، بس طبعا ده مثل زمان، دلوقتي أعتقد إن هو مبيتبش استخدامه أصلا. طبعا مفيش عجب ان ده يكون حصل، يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. فما بالك بقى لما تكون دعوة المظلوم دعوة من سعيد بن زيد اللي هو واحد من المبشرين بالجنة. وبس كده خلصت الحدوتة. وما تنساش يشرفني او اشتراكك، وممكن تشارك الفيديو ده مع حد انت بتحبه. بس كده، شكرا.